ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم ان شاء الله، ويا رب تكون الايام سعيده عليكم، وان شاء الله ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام. ولو ما عملتليش فولو او لايك ما تنساش تعمل لي، اعمل دلوقتي عشان يوصلك كل جديد ونقدر نوصل اكبر عدد ممكن. النهارده ان شاء الله فيديو هنتكلم فيه عن حاجه كلنا بنعملها برضه، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها دي، ولكن ممكن ما نكونش عارفين معناها بالانجلش يعني ايه. يلا بينا نعرف ايه الحاجه دي. طبعا كلنا اليومين دول بنقرا قران، وكلنا اليومين دول ملتزمين في قراءه القران عشان شهر رمضان الكريم. طب هل سألت نفسك في مرة وانت بتقرأ قرآن جملة بسم الله الرحمن الرحيم دي معناها ايه بالانجلش؟ طب جملة صدق الله العظيم دي معناها ايه بالانجلش؟ طبعا في ناس منكم ممكن تكون عارفة، ولكن يعني للناس اللي مش عارفة يعني معناها. طبعا معاني، لو اللي برضه اللي مش عارف معاني القرآن الكريم بشخصه او بذاته، ما لا يمكن ترجمته للغة الإنجليزية خالص. فإيه اللي بيتم ترجمته؟ اللي هي معاني القرآن الكريم. فاي كلام هتشوفه على على الانترنت او على التلفزيون، كلمات او ايات مترجمه، دي بتكون ترجمه لمعاني القران الكريم وليس القران الكريم نفسه، لان القران الكريم غير قابل للترجمه لاي لغه تانية. لان حتى لو ترجمته ايه واتنين جت صح، في ايات ما ينفعش توصل المعنى باللغه التانية. فنرجع تاني لكلمه بسم الله الرحمن، جمله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ترجمه للمعنى وليس للجمله بنفسها. فبسم الله الرحمن الرحيم اللي هو باسم الله، اللي هو باسم ربنا يعني، وصفاته الرحمن الرحيم. فبنقول in the name of Allah the most gracious the merciful، اللي هو in the name of Allah يعني بسم الله. الرحمن the most gracious هي ثابتة ان هي افضل كلمة مناسبة لكلمة الرحمن، والرحيم اللي هي the merciful طبعا، اللي هي كلمة mercy جاية من كلمة mercy اللي هي الرحمة. فبسم الله الرحمن الرحيم اللي هي in the name of Allah the most gracious the merciful. تاني جملة معانا اللي هي جملة صدق الله العظيم، اللي بنقولها بعد نهاية كل آية أو كل سورة بنقراها في القرآن. كلمة صدق الله العظيم جاية من كلمة صدق، أو اللي هو الكلام الصادق، اللي هي جاية من كلمة true أو truth. فبنقول indeed Allah is truthful after we finish reciting، اللي هو بعد ما نخلص قراءة السورة بنقول صدق الله العظيم، أو بنقول بالإنجلش indeed Allah is truthful. indeed Allah is truthful ده لو انت برضو عندك حد اجنبي وعايز توصل له المعنى اللي انت بتقراه يعني. وبنقول برضو معنى تاني لصدق الله العظيم او ترجمة تانية، اللي هو Allah Almighty is truthful، اللي هو ربنا الواحد يجب ان يكون صادق. فصدق الله العظيم بنقول indeed Allah is truthful او Allah Almighty is truthful. وجملة بسم الله الرحمن الرحيم بنقول in the name of Allah the most gracious the merciful. دي ترجمة فقط للمعاني وليس ترجمة للجملة نفسها. لو عجب الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل لي فولو واللايك للبيج عشان نوصل لاكبر عدد. ورمضان كريم عليكم، واشوفكم الفيديوهات اللي جايه. سلام.